يا رب الأسرة لا تكذب لا تكذب لا تكذب. يا أحبة، صفة الكذب صفة سيئة جدا جدا جدا. كيف أنك تغرس هذه الصفة في بيئتك وفي بيتك وبين زوجتك وبين أسرتك وبين أولادك وبين بناتك، وتعرف عنهم أن والدنا يكذب. كم من شخص أجلس عنده واستمع منه وكذا كذا ويتكلم بالكلام، ولما أطلع مرة وقال لي واحد من عياله، قال لي أقول ترى الوالد أخذ وخل. كلام كبير، كلام كبير، أن الابن يعرف عن أبوه أن أبوه ترى يكذب. يعني لا تأخذ كلام أبوي على محمل الجد، ترى الوالد كذا كذا. ورأيت ولازمت بعض الشباب، مو لازمت يعني أعرف بعض الشباب يكذب وكأنه كذب يجري على لسانه، وكأنه يعني شو أقول لكم، يعني صار سليقة عنده. لو أراد أن يصدق ما استطاع أن يصدق، والسبب من كثرة كذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الرجل لا يكذب بس لا، ويتحرى الكذب، يحرص عليه وضبطه ويرتبه حتى يكتب عند الله كذاب. والعياذ بالله أمر خطير جدا. فتخيل أنك في البيت زوجتك تدري أنك كذاب، ولدك يدري أنك كذاب، بنتك تدري أنك كذاب. لأحبه صفة سيئة جدا جدا. كيف راح يكون يعني هذا البيت اللي قاعد تعيش فيه؟ لا ثقة، لا أمان، لا أحد يصدق الثاني. كلمة تقولها يبا كذا كذا يعيدونها عليك مرة وثنتين، لأن ما يثقون فيك، ما يثقون في كلامك، ما يثقون أن أنت مو متأكدين أنت تكذب ولا أنت صادق. أبودي بجيب أبعطيكم أبي كذا. صفة الكذب صفة سيئة جدا، وإذا دخلت على البيت أفسدت البيت أيما أفسد. لكن يحرص الإنسان أن يعرف عند أهله وأهل بيته أنه إنسان صادق، أن والدنا صادق، والدي لا يكذب مهما حصل. خل موضوع الصدق عند أسرتك إلى أعلى درجات الصدق.